كلهم واقفين مصدومين من اللي شايفينه لغايه ما عبد الرحمن اتكلم وقال: ايه ده يا حسام؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ انت واعي انت اخترت مين وسبت مين؟ فالأمور تتكلم وتقول: اختاري الطريق الصح، اختاري الطريق اللي كان لازم يمشي فيه من زمان، وساب اللي ضحكوا عليه ومعرفوش الحقيقة. ضحكنا عليه؟ انت بتقولي ايه؟ انتوا بتوهموا نفسكم بايه؟ ضحكوا على نفسكم بانكم انتوا الصح وانتوا ولا صح ولا حاجة. انا شايف ان الكلام ده ملوش اي لازمة دلوقتي، احنا خلاص في الحلقة الأخيرة. ما انا عارف اننا في الحلقة الأخيرة، وعشان كده تبقى دي النهاية، والنهاية دايما انتصار لينا من الحق. انتصار يا ابو انتصار. هو انتوا مش شايفين انكم اصغر من ان انتوا تفكروا بس تخشوا معانا في حرب؟ انتوا مش قدنا، هتخسروا. بشر على طول اغبياء طماعين وتقول لي انتصار؟ مش كلنا اغبياء وطماعين، لا كلكم اغبياء وطماعين وضعاف كمان. تحب اثبت لك؟ انت عارف يا عبدو انا اتحررت ازاي اصلا؟ طب عارف امونس اتحرر ازاي اصلا؟ امونس بيتحرر مرتين، هو مرتين من كنتوا. المره الاولى بسبب احمد البواب لما قرا كتاب، والمره التانية بسبب صاحبة العمارة لما فتحت الباب. شفت الاغنيه الحلوه دي؟ وانا اتحررت بعدها امونس اتحرر في المره التانية على طول لما حسام فتح الشنطه. فاكر؟ شفت بقى انت قد ايه ضعاف ومساكين يا عبدو؟ عمرنا ما كنا ضعاف. طول ما احنا في طريق ربنا مفيش مستحيل، ولا في حد ضعيف، واللي في طريق ربنا هو اللي بينتصر في الاخر. يا عم ماشي، وانا مصدقك. وريني بقى هتعرف تنتصر علينا ازاي واحنا القطعة الأخيرة معانا. كلهم يبصوا على حسام وهو ماسك القطعة. حسام واقف تحنط، واقف ثابت كده وباصص قدامه من بره، تحس انه مش في وعي. بقول لك ايه، هو احنا نفضل نتكلم معاهم؟ يلا. فراحوا كلهم موجهين ايديهم ناحيتهم، كل واحد يترمي مكانه. كلهم اتفرقوا. عبد الرحمن يرمي عينه على الصندوق، لقى امونس رايح عشان ياخده، راح واخدها جري عليه عشان يمنعه من انه ياخده بالحضن ويبعد عن الصندوق خالص. كون أستاذ عبد الجليل جري عليه وخده وبعد شوية عن المكان. كريستال تظهر وتفوق حسام اللي هو فيه. حسام يفضل باصص اللي بيحصل كأنه لسه جاي دلوقتي، وبينادي بسرعة على سليم وبيرمي لها القطعة الأخيرة. سليم بتاخدها بسرعة وتجري على الصندوق. بيكون عبد الرحمن منفوخ منهم من الناحية التانية، وفجأة الأمور تاخد بالها من اللي عمله حسام وهي لسه جاية عليه. تظهر كريستال تاخد حسام وتختفي. عبد الرحمن بيكون بيكتف منهم وخلاص، أملس وزاحل هيقضوا عليه. ولما سليم وزيد عبد الجليل وعم صالح بيجروا عليه عشان ينقذوه، ايريس بتلعب لعبتها في الزمن وترجعهم تاني مكانهم. كل ما يجوا ترجعهم تاني لغايه ما تاخد بالها من انهم كانوا بيركبوا الصندوق. اول ما تاخد بالها يظهر ناريوس يوجه ايده ناحيه عبد الرحمن وهو متكتف ويديله قوه كبيره قوي تساعده على ان هو يطلع من اللي هو فيه ده. مره واحده نلاقي عبد الرحمن عينه نورت ازرق، ويظهر دايره منوره حواليه تفك العقده اللي كانوا رابطينهم دي، تدفعهم بعيد قوي تزقهم عنه. سليم وأستاذ عبد الجليل يجروا بسرعة على الصندوق يركبوا القطعة الأخيرة. أول ما بتتركب أستاذ عبد الجليل يتخض عشان الصندوق ما بينورش. الناحية التانية يكون زاحف بيجهز لهم الضربة القاضية، بيكون كرة كبيرة مليانة قوة ضخمة عشان يضربهم بيها. لسه خلاص هيرميها، عبد الرحمن بياخد باله ويقوم يصدها، وبيكون هما الاتنين في مواجهة صعبة قدام بعض. عبد الرحمن موجه ايده ناحية زاحل عشان يمنعه من انه يقضي عليهم، وزاحل بيحاول معاه وبيكون مستغرب جدا من القوة اللي جات له دي. يفضلوا قاعدين يحفروا مع بعض، وراح على سيلين وسيد عبد الجليل مش عارفين يعملوا ايه في الصندوق، متسوحين. الصندوق مش عايز ينور. فجأة مرة واحدة نزل لهم كريستال ومعاه حسام. حسام بيجري بسرعة على الصندوق وياخد قطعة من القطع لفها بس الصندوق نور. فراحوا واخدين الصندوق ورايحين بقى لعبد الرحمن. ما تحاولش معانا، انت مش قدنا. لطفك يا رب، لطفك يا رب. هو ده يقول له ما تحاولش انت مش قدنا، وهو عبد الرحمن قاعد عمال يذكر ربنا. فجأة يلاقوا سيرين وأستاذ عبد الجليل وعم صالح جايين ومعاهم الصندوق. عم صالح بيمسكه ويوجهه ناحيتهم ويفضل يذكر ربنا. بيكون خلاص زاحل قرب ينتصر على عبد الرحمن. الصندوق يطلع قوة مش طبيعية، قوة جبارة تقضي عليهم كلهم. نلاقي أمونس وأيرس وزاحل ولومار اتشفطوا في الصندوق. مجرد كلهم بيختفوا خلاص والدنيا ترجع لطبيعتها، عبد الرحمن يقع من طوله. كلهم يجروا عليه عشان يشوفوا ماله. عبده عبد الرحمن يا ابني، عبد الرحمن، عبد الرحمن. ما يردش عليهم، بس فجأة يفتح عينيه. الله أكبر، الله أكبر. كريستال بتظهر لهم عشان تطمنهم. بجد شكرا جدا ليكي. تشكرنيش على حاجة يا سليم،
انتوا انتصرتوا بفضل ربنا. الحمد لله الحمد لله. ما تقلقوش من اللي حصل لعبد الرحمن. طبيعي جدا، احنا بنحلله جوه كبيره جدا عشان يساعد بيها نفسه، بس بعد ما خلص جسمه اكيد ما قدرش يستحمل القوه دي، فاكيد اغمى عليه، لكن الحمد لله هو بخير دلوقتي. الحمد لله على السلامه يا بطل. الله يسلمك يا كريستال، وشكرا جدا ليكي. لا شكر على واجب يا عبد الرحمن، لا شكر على واجب. وبتختفي من قدامه. الحمد لله على سلامتك يا صاحبي، الحمد لله على سلامتك يا اخوي. ينفع اللي انت عملته ده يا حسام؟ لا ما ينفعش، بس والله العظيم غصب عني يا عبد الرحمن، ما كنت في وعي. طب وينفع اللي انت قلته لسيلين ده؟ لا طبعا ده ما ينفعش ونص. حقك عليا، متزعليش، انا اسف. مش زعلان يا حسام، انا مقدر الحاله اللي انت فيها، اصل محدش مر باللي انت مريت بيه ده غيري، ولا يهمك. شكرا يا سيلين. فسيلين تبتسم وتاخده بالحضن. فأستاذ عبد الجليل يتكلم ويقول يا سلام يا ولاد، يا سلام على الراحة النفسية دي، تعالى تعالى بنت انت، تعالى يا عم صالح انت كمان في حضني، تعالى. ويحضنهم كلهم ويفضلوا يهزروا ويضحكوا ويكونوا فرحانين قوي باللي حصل. بيبان انهم كلهم متجمعين في بيت عبد الرحمن، وبيبان انهم في رمضان، دوشة رمضان بقى على الصواريخ، على الاغاني بتاعت رمضان الجميلة دي، وكلهم مطحونين في المطبخ عشان الفطار. حسام وام عبد الرحمن، وكمان سيلين كانت معاهم، هي واخته استاذ عبد الجليل كمان. حسام وام عبد الرحمن كانوا بيجهزوا الاكل، وسيلين واخته استاذ عبد الجليل ياخدوا منهم اللي تجهز ويحطوا على المفرش بره. طبعا كل العيال الصغيره قاعدين مستنيين الاكل صايمين بقى. راحت سيلين رنت على عبد الرحمن، الو يا ابني انت فين؟ يلا بسرعه الاذان قرب يأذن. ماشي سلام. جرب تقفل معاه، تيجي بنت اخت استاذ عبد الجليل تقول لي سيلين هو فين العصير؟ انا عطسانه. خلاص بقى يا قلبي خلاص، هو عبده جاي وجايب العصير معاه. فيروح حسين داخل عليها ويقول لها اوعى يا عم يا وحشني انت. اوبا ايه ده يا حس عامل ايه؟ الحمد لله يا قلبي، انت عامله ايه؟ يا سيلين يا سيلين يا سيلين، خلي عبده يجيب عصير كتير عشان انا عطسانه كامل. عطسانه عندها برد يعني؟ يا ابني بتقول لك عطشانه ما تتكلمي انت يا بنت بقى انت، لا مالكش دعوه، بس بقى يا بنت كده. فاخته تتدخل وتقول مالكش دعوه بيها صاحبتي. الله حتى انت يا ساره بقيتي معاها؟ اه انا وسلمى كتفنا في كتف بعض. بقيتوا عصابه يعني وكده. ماشي يا ستي. وباب بيخبط وبيفتحوا يلاقوا عبد الرحمن. اوعى يا عم الكبير وصل. عامل ايه يا حس؟ الحمد لله يا قلبي، انت عامل ايه؟ فين العصير هاته؟ ده اللي همك يعني؟ ازيك يا عبد عامل ايه؟ الحمد لله يا قلبي، انت عامله ايه؟ انا كويس الحمد لله. يلا يا سلمى تعالي يا عبده جه. ايه تعالي يا قلب عبده من جوه، هات العصير وتاخده وتمشي. هي جايه عشان العصير؟ هي اصلا مستناك عشان العصير. ما علينا ماشي. ولسه عبد الرحمن جاي بيقفل الباب، لقى كرة صغيرة اترمت عليه. يبص لقى بنت صغيرة وهما جايين عليه. يبص على البنت الصغيرة دي شافها مريم، بس لما وصل عنده طلع بيتهيأله. معلش يا حبيبي بس الكورة بتاعت بنتي وهي بتلعب بيها يعني جابتها عندك ومن غير ما تقول، أنا آسف حقكوا عليا. ينفع بس تجيبها لي؟ عبد الرحمن بص للبنت وسرحان، فراح سائلها هي اسمها إيه؟ مريم. اسمها مريم، هي بتحب تلعب هنا على طول اصلا يعني. انا اسفه لو ازعجناك يعني. عبد الرحمن يبتسم لها ويقول لا ولا يهمها، تعمل اللي هي عايزاه. الوقت يجيب لك كوره. اتفضلي يا قمر. شكرا لله يا حبيبي. تاخد بنتها وتمشي. عبد الرحمن يفضل باصص لها كده ومبتسم. الف رحمه ونور عليك يا اختي. ماشي يلا بقى عشان نفطر، انا عايز اكل. عامل اكل ايه وليه؟ عامل لك مكرونه بشاميل بس هي مكرونه بشاميل، الباقي بقى تفاجئ بيه بره، هو ده اللي انا عايزه. ماشي يا اخويا يلا اطلع استنانا بره واحنا هنجيب لك الاكل اهو. ماشي يا خالتي يلا كل سنه وانتم طيبين. هو انت طيب؟ امال فين قمر الدين والكنافه والحاجات اللي هي زي دي كده؟ اهم يا باشا. والعصير اللي انا جايبه فين؟ اهو يا باشا. فاستاذ عبد الجليل يتكلم ويقول محدش يقرب من قمر الدين، انا بقول لك اهو. ماشي يا سيدي محدش يقرب له. ايوه كده. طب هو فاضل قد ايه على المغرب طيب؟ فاضل حوالي دقيقتين كده يا بنتي. دقيقتين انا شايفهم منهم وقت حلو قوي، اننا نشكر في ربنا انه نجانا من حاجه كانش حد متوقع اننا ننجى منها. فعبد الرحمن يبص لحسام ويبتسموا لبعض. الحمد لله انه منسيناش، الحمد لله انه نجانا، الحمد لله على كل حال. الحمد لله وهوب صوت المدفع. الحمد لله. يلا بقى ناكل. يلا بسم الله. الاذان يأذن يكونوا اتجمعوا بقى وقاعدين عشان يفطروا.
بقول لك يا امي انا هفضل شويه كده وهنزل اروح ازور ابويا. ماشي؟ ماشي يا حبيبي. ماشي يا حسن، واخدني معاك ها؟ حاضر يا سوسو. بقول لكم بقى، محمد رمضان عامل برنامج جديد اسمه مدفع رمضان تقريبا، هاتوه. لا محمد رمضان، انا عايز رامز، هاتوا رامز. لا يا حسام انا عايز مدفع رمضان. يا سليم، ما احنا كل سنه بنتفرج على رامز، ايه الجديد يعني؟ الله. لا انا عايز مدفع رمضان. سيدي اتفرج عليه في العادي، احنا هنتفرج على رامز. لا قعدت الساعه 4 الفجر. ماشي تسحري وقعدت تستنيه. مش هتصح. انت بتعندي معايا يعني؟ طب وربنا ما هجيبهولك. انت بتحلف عليا؟ طب وربنا لا انت جايبه. طب ورحمه ابوك ما هجيبهولك. طب ورحمه ابوك لا تجيبه يا حسين. هم قاعدين بيتخانقوا وعبد الرحمن قاعد باصص لهم ومبتسم ويقول: انا مش هقول ان اللي حصل ده غير حياتي للاحسن، بس يمكن خلينا اغيرها انا للاحسن. اصل في حاجات بتكسرنا، بس ساعات الكسر ده بيكشف معدن جوانا احنا ما كناش نعرفه. الكاميرا بتفضل تبعد لغاية ما تروح في مكان تاني خالص، والكاميرا بتتحرك ببطء مع جندي يتجه نحو باب. الباب يفتح، يظهر ملك يجلس على عرش، ثم يقول له الجندي: المملكة اللي قبلين اتحبسوا من البشر، تقريبا دي مش أول مرة يتحبسوا منهم، شكلهم مش سهلين. ليه بتقول كده؟ أصل المملكة اللي قبلنا دي مش ضعاف للدرجة دي، فأكيد البشر عندهم قوة مش طبيعية عشان يقدروا عليهم مرة واتنين. أنا عارف إن المملكة اللي قبلنا اتحبسوا، بس أنا ماليش دعوة بالمملكة اللي قبلنا، إحنا لينا دعوة بنفسنا، وأنا الملك شمهروش مش هسيب مملكتي تقع أبدا بعد ما قعدت أبني فيها طول عمري.